مساء الخير على احلى متابعين. النهارده جايبه لكم وصفه هتعجبكم جدا. فراخ مقرمشه زي بتاعه المطاعم واحلى كمان. شايفين القرمشه؟ ومش عايزه اقول لكم ريحه التوابل حاجه كده ما تتوصفش. الوصفه سهله ومكوناتها بسيطه جدا ومن مطبخك، والنتيجه فراخ ذهبي مقرمشه من بره وطريه من جوه. جربوها بنفسكم وقولوا رايكم في الكومنتات. واللي لسه ما اشتركش في القناه بسرعه يدوسوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من مطبخي. يلا بينا نشوف الطريقه مع بعض. هنجهز الفراخ، ووزن الفرخة ما يتعداش عن كيلو وربع. اول حاجة هغسل الفراخ كويس جدا وهعمل لها محلول نقع. هجهز مية فيها معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر ومعلقة خل واربع ورقات لورا وفلفل اسود حب من 3 ل4 قرنفل وليمون. انا هنا كنت نسيت اصور الليمون، بس انا حطيت ليمون، عصرت ليمون وكام شريحة ليمون كده فيها. وبعد كده هسيب الفراخ في المحلول من ساعة لساعتين. بعد كده بقى هنجهز مكونات خلطة كنتاكي السرية بتاعتنا. اول حاجة عايزين معلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة بصل بودر، معلقة صغيرة توم بودر، 2 معلقة صغيرة بابريكا، معلقة كبيرة شطة، معلقة صغيرة من الريحان، معلقة صغيرة فلفل ابيض، معلقة صغيرة بردقوش، ومعايا معلقة صغيرة من الكرفس، ومعلقة صغيرة من بردة الخردل، ومعلقة صغيرة من جنزبيل البودر، ومعلقة صغيرة من الكركم، ومكعب مرق الدجاج. هقول لكم بقى السر هنا في الخلطة دي. هاخد كل التوابل كلها مع بعضها وهقلبهم كويس جدا مع بعض وفي طاسة، وهحمصهم على نار هادية جدا، وهتشمي ريحة التوابل هتطلع رهيبة جدا جدا جدا. الطريقه دي بتخلي التوابل تكون ظاهره في الفراخ، في طعم الفراخ كده، بتديها طعم جميل جدا جدا جدا. شايفين لونهم عامل ازاي؟ هنبدأ بقى نجهز التتبيله بتاعتنا. في بوله هنزل بالتوابل بتاعتنا. عندك بوله او عندك المعيار اللي زي ده، اي حاجه. هنزل بالتوابل كلها مره واحده، وهضيف عليها كوبايه ميه سعه الكوبايه 200 ملي. هقلب المكونات دي كلها كويس مع بعض، وهنزل عليهم بحوالي ربع كوباية صويا صوص. اختياري، لو مش حباها مش لازم تضيفيها، هي حاجة اختياري. والصويا صوص يكون اللي هو الفاتح بلاش الغامق علشان ما يغمقليش لون الفراخ. وهنزل عليهم بكوباية كبيرة معلقة كبيرة من الهوت صوص لو عايزينها سبايسي. لو مش حابينها تكون سبايسي ما تزودوش هوت صوص، كفاية الشطة. هركن بقى التتبيله دي في جنب لحد ما اجهز الفراخ بتاعتنا. انا هنا جبت الفراخ وصفيتها من الميه خالص وغسلتها كويس من محلول النقع. بعد كده جبت التوابل بتاعتي ضفتها على الفراخ. وعايزين الفراخ تكون تتشرب كويس وتتغلف كويس من التتبيله. وهسيب الفراخ منقوعه بالشكل ده في التتبيله لمده يوم كامل. الوقت ده بيفرق جدا في الطعم والتسوية، لان طبعا الانسجة بتتفتح وبتستوي بسهولة. ودي شكل التتبيلة بتاعتنا، دي شكل الفراخ بتاعتنا. هسيبها بقى يوم كامل، احطها في التلاجة لمدة يوم كامل. ودي شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما بدأت في التتبيلة يوم كامل. بعد كده هطلعها من التتبيلة ونحطها في مصفى تتصفى كويس. وبعد كده بمناديل ورق اللي هي ورق المطبخ همسحها واشيل منها اي زيادة فيها، وهسيبها على جنب شوية لحد ما نجهز مكونات الكفر الخارجي بتاعنا الفراخ. اول حاجة عايزين معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة بصل باودر، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة 7 بهارات، معلقة صغيرة من بودرة الخردل، معلقتين صغيرين من البابريكا. وكمان عايزين 4 كوبايات دقيق ما يعادل نص كيلو من الدقيق. ومعايا كوباية نشا ما يعادل 200 جرام، كوباية 200 جرام. لو انتوا حابين تقللوا عن كده ممكن تعملوا كوباية الا ربع.
وبعد كده هضيف المكونات دي كلها مع بعضها، اللي هي المكونات الجافة مع بعضها، واقلبهم كويس بحيث ان التوابل والدقيق يكونوا اختلطوا مع بعض كويس. وبعد كده هنخل المكونات دي علشان مفيش حاجة تكون مكلكعة. وهجيب جنبي كمان بولة فيها مية ساقعة، هنزل بالفراخ في الدقيق، وبعد كده هقلبها بشكل عشوائي زي ما انتم شايفين، وبعد كده هطلع من الدقيق احطها في المية لمدة ثواني، ما زودش عن كده، وهرجع تاني انزلها في الدقيق وهقلبها بشكل عشوائي زي ما انتم شايفين كده، لحد ما تدينا الشكل ده، الشكل يكون اللي هو مكرمش كده. شايفين الشكل زي ما يكون زي ما انتم شايفين كده يكون مكرمش. هكمل بقى باقي الكمية بتاعتنا بنفس الطريقة. وده شكلها بعد ما خلصت الكمية كلها. هنجهز بقى حلة على النار، هننزل فيها بزيت غزير وهنستنى لما الزيت يسخن. بعد كده هنزل بالفراخ بتاعتنا، وهنسيب الفراخ على درجة حرارة عالية، وتكون النار عالية اول 5 دقايق. اول ما تاخد لون ذهبي، هتاخد لون ذهبي فاتح معانا، وكمان هتلاقي الفراخ طلعت على سطح الزيت كده من فوق كده، تبدأي انك توطي النار. شايفين اخدت لون ذهبي فاتح زي ما انتم شايفين كده. هبدأ ان انا اوطي النار عليها، وهخلي النار درجة الحرارة تكون متوسطة، النار هادية، مش هادية قوي، لا عالية قوي ولا هادية قوي، درجة الحرارة تكون متوسطة. وهنسيبها تستوي لمدة 10 دقايق. بعد كده هنطلعها على شبكة او في مصفى زي ما انتم شايفين، ما نطلعهاش على ورق مناديل علشان ما تتراش معانا. وده شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعت لونها ذهبي وحلو جدا. هنكمل باقي الكمية بنفس الطريقة وهنطلعها على شبكة زي ما انتوا شفتوا كده، لونها ذهبي وجميل جدا، مقرمشة من بره وطرية من جوه، سواها مظبوط، ولونها ابيض فاتح من جوه زي ما انتوا شايفين في الفيديو بالظبط. وبكده تكون الفراخ بتاعتنا جاهزة، طعم وشكل ريحة كل حاجة حلوة. جربوها وبقولوا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تصوروا لي كمان. لو عجبكم الفيديو ما تنساش اللايك الحلو بتاعك والاشتراك في القناة، وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد القناة بتنزله.